السلام عليكم، وش راكم؟ وش اخباركم؟ ان شاء الله تكون صحتكم النفسيه والجسديه بخير. فيديو اليوم جيتكم بعنوان كيفاش تعطي قيمه لروحك ولا كيفاش ترفعي من قيمتك. قبل ما نبداو، اذا عجبك المحتوى تنسيش تعملي لايك والسبسكرايب. اللهم ادخلنا مدخل الصدق واخرجنا مخرج الصدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. في حياتنا لازم نعرفوا قيمتنا ولازم نرسموا حدود مع الناس ومع المواقف. واليوم جبت لكم إن شاء الله بإذن الله بعض النقاط ولا بعض النصائح باش تعطي قيمة لنفسك ولا تزيدي قيمتك لنفسك. أولها، القيمة ما هيش حاجة مادية. بزاف بنات يحسبوا باللي القيمة هي كي تلبسي مليح، كي تعتني بروحك، كي تلبسي مثلا حاجة جديدة كل يوم، كتشري من لي مارك. هذو تاع صح حوايج يزيدوا فيك، بصح عمرك ولا تربطي قيمتك بحاجه ماديه. لخاطر الحوايج الماديه تروح وتجي، لخاطر الحاجه الماديه يعني ماهيش دايما. اللي تدوم هي الفكره اللي تخليها على نفسك واللي يشدوها الناس عليك. حاجه ثانيه، مش اي واحد تهضري معاه وتعطي له فرصه. كي نقصد مش اي واحد، ما قصديش اي واحد كشغل ماشي برا هكذا ويهضر معاك. هذا خطونا مانيش نهضروا على هذو، احنا هذو على بالنا بلي من اصلا ما نهضروش معاهم، اصلا ما نشوفوش فيهم ولا نعطوا لهم رده فعل. اللي قصدي عليهم هما مثلا انت رايحه تخرجه من داركم، جارك مش لازم تلوحي عليه السلام، ومش لازم تسقسيه واش راكم واش اخباركم، ومش لازم تتصريه. جارك يبقى جارك. الحاجه الوحيده اللي سالك بها هي الاحترام. مثلا مول الحانوت رايحه تشري بدراهمك، علاه تبقاي تزيدي معاه في الهضره وتسقسي عليه؟ سقسي صح، سقسي على الحاجه اللي راح تشريها، سقسي على الحاجه اللي ممكن عنده هو خبره فيها انت ما تعرفيهاش، بصح باش تزيدي معاه في الهضره بزاف وصوالح باين بلي تنقص لك من قيمتك. هذه انت ماذا بك اصلا كي رجع لك الصرف خليه يحط الصرف فوق الطابله اللي يبيع فيها، مش لازم يعطيها لك في يدك. يعني هذه تاع الصح يعني بزاف يغفلوا عليها. مو الحانوت خليه يحط لك الصرف فوق الطابله، ماشي انت اللي تهزيه، ماشي يمدها لك في يدك وتخليه درجه يمسك. مثلا مول الطاكسي علاه تقعدي تشدي معاه في الهضره؟ انتيا رايحه تقضي في شغلك وهو راه يقضي في شغله، كي يزيد معاك في الهضره راه يذل في روحه، راك شغل ينقص من الهيبه تاعو. انا يبان الراجل تاع الصح ما يهدرش مع مرا ما يعرفهاش. فهمتي؟ انتيا كيما خلاش هو قيمه لنفسه، خلي انتي عندك قيمه لنفسك. جاوبي قد السؤال وصدقيني حيفهم حتى وصلوا الفكره باللي ما لازمش يهضر معاك. وثاني كي نقصد مش اي واحد، قصدي ثاني على لي ريزو، طلبات المراسله في الانستا ولا في الفيس ولا في التيك توك ولا اي ابليكاسيون، ويجيك شغل طلبات المراسله وتروحي تدخلي وتردي عليهم عادي. المعجبين خليهم معجبين، الناس هذو راهم فارغين شغل، ما عندهم ما يديروا في حياتهم. تخرج لهم اي طفله في المقترحات ولا في الجروبات لي باج، ولا اي طفله تبان له يدير لها ابوني، واللي ترد عليه هذيك هي. يردوا عليه 3 يهضر مع 3، يردوا عليه 5 يهضر مع 5، يردوا عليه 20 يهضر مع 20. فهمتي؟ تي ما تحطيش اصلا روحك في موقف تاع اللي جاي يهضر معاك. من الاول يديري له بلوكي، تخلي هكذاك المعجب معلق هكذاك المعجب. انتي علاه تخلي في روحك تعطي الانسان ما عندوش قيمه. حاجه ثالثه، تعلمي تقولي لا لاي حاجه ما تحبيهاش. فهموا الناس باللي كاين حوايج ما تحبيهمش. ناس داروا لك تصرف قولي لا ما يعجبنيش هذا التصرف، ولا سقسيوك سؤال وخيروك بين زوج حوايج، خيري الحاجه اللي تحبيها. ما تخيريش سعاده الناس على سعادتك. شغلتيك تكوني تقولي ايه على كلش. الناس ما همش حيعرفوا الحوايج اللي ما تحبيهمش، ما همش حيعرفوا باللي راك تقولي ايه من فوق قلبك برك. اي ما حاجه ما تعجبكش تقولي لها لا، باش الناس يفهموا رواحهم ما يزيدوش يديروا لك حاجه ما تعجبكش. هذه هي كي تقولوا الناس لا على هذيك الحاجه ما مش حنعاودوها، كي تقولي ايه راح نعاودوها، لخاطر ما مش فاهمين بلي ماهيش عجبتك. 4، اي علاقه تنقص منك اقطعيها. اي علاقه تنافسك على كرامتك اقطعيها. كرامتك ماهيش محطوطه هكذا. فهمتي؟ يولو كان تكون روحك معلقه في هذيك العلاقه، يا اخي الضوء كاين، الماء كاين، الاكسجين كاين، ولدتي وحدك لهذه الدنيا ما زادوش معاك. اي علاقه تنافسك على كرامتك اقطعيها. وما تشوفيش هذوك الناس تقولي نغيظهم يغيظوني، ما نحبش نزعف الناس. هما يزعفوك هما يخيروا كرامتهم على كرامتك اولى. 5، ما تحشميش. الناس داروا لك جاست ما عجبتكش، ثم ردي الصح بالصح، ولا عطي ردة فعل باللي ما عجبكش هذاك الموقف. ما تسكتوش، حطوها قاعده، اللي ما يحشموش يديروا لكم تصرف ما عجبكمش، نتوما ثاني ما تحشموش كي ديروا لهم ردة فعل. هو ما حشمش هذاك الانسان كي دلك حاجه مش مليحه ولا دلك حاجه ما تعجبكش، اي انت ثاني ما تحشميش. الا انت ما حشمتش ما خفتش ربي، انا ثاني ما نحشمش ونخاف ربي، انا نرد واش درت لي نرد لك، ماشي كي تفوت عليها عام باش تتفكريها وتبقاي شدتها في قلبك. ماذا بك الاساءه رديها ثم في دقيقة، ولا اعطي ردة فعل. مثلا ما تعرفيش تردي شنفي
بدلي البلاصه، سهله هكذا يفهموا باللي هذيك الحاجه ما عجبتكش، من وجاي راح تتعلمي وتولي تردي. سادسا ما تحكيش اسرارك ولا احلامك لاي واحد. السر ما اسموش سر اذا فات من زوج عباد. السر يا يكون سر بينك وبين نفسك، يا بينك وبين بنادم تحسيه صح ما يحكيش وانسان صح امين. لخاطر السر اذا فات 3 عباد ماهوش سر، راح يولي محتوى بين الناس كما يلقاوش يهضروا يجبدوا السر تاعك ويقعدوا مقصرين عليه، ولا الاحلام تاعك ويجبدوا يقصروا عليه. وحبيت نقول لكم عيشوا حياتكم انتم واثقين برواحكم، وحطوا راحتكم وكرامتكم اولى فوق كل شيء. القيمه حاجه ما نزادوش بها، احنا نديروها رواحنا، وخدمي على قيمتك. هي صح الحاجات الماديه مليحه، بصح المعنويه صدقيني تبدلك في عين نفسك وتبدلك في عينين الناس، ويولوا الناس يعرفوا قيمتك تاع الصح وما يتجاوزوش حدودهم. هذا كان فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بذره من الفائده. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.